السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض عن أهم النباتات أو أهم الخضروات التي تتم زراعتها في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، اللي هم من شهر 9 وشهر 10 وشهر 11. هنتكلم عن أهم الخضروات، كل أنواع الخضروات اللي بتتم زراعتها في الفترة دي. هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل، فبنصحك إنك تتابع الفيديو للنهاية علشان تستفيد بأكبر قدر ممكن من المعلومات. ولو أنت أول مرة تشوفنا، أول مرة تدخل على قناتنا، اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة ازرع صح. تعالوا نبدأ حلقتنا مع بعض. أول حاجة يا أصدقائي هنتعرف فيها النهاردة هنتكلم الأول عن الخضروات الثمرية اللي هي بناكل الثمار بتاعها. هنتكلم عن أول نوع معانا وهو الباذنجان. هنتعرف على فكرة عن كل نوع، عن موعد الزراعة وطريقة الزراعة وموعد الحصاد، وهنتكلم عن الري وعن التسميد وعن كل شيء أو كل ما يخص النباتات. الباذنجان من النباتات المعمرة، يعني إيه؟ اللي هي بتظل فترة طويلة جدا في الأرض الزراعية، يعني ممكن تظل معاك أكثر من 4 شهور وإحنا بناخد الثمار بتاعتها. موعد زراعة الباذنجان بيكون في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، شهر 8 وشهر 9 وشهر 10. طريقة الزراعة بتتم زراعة الباذنجان عن طريق البذور. البذور بنجيبها منين؟ ممكن ناخدها من ثمرة الباذنجان نفسها ونسيبها لحد ما تتجفف وبعد كده نبدأ نزرعها، وممكن نشتريها من المشاتل أو المحلات اللي بتبيع المستلزمات الزراعية. طيب بالنسبة للري الباذنجان، يعني يتم الري بتاعه عند جفاف التربة. أي نبات في الدنيا الري بيكون عند جفاف التربة، تخلي التربة رطبة فقط لا غير. بالنسبة للسماد بيسمد بسماد ال NPK، كل 10 أيام بنسمد مرة واحدة، والسماد بيكون 5 جرام لكل 2 لتر ماء. الحصاد بيكون حصاد الباذنجان بعد من 50 ل 70 يوم من وقت أو بداية الزراعة. ده بالنسبة لنبات الباذنجان. ننتقل إلى نبات الفلفل. والفلفل طبعا كل مفيش بيت بيخلى استخدام، يعني كلنا بنستخدم الفلفل. الفلفل موجود في جميع الطعام اللي احنا بناكله. موعد الزراعة بتاعه أيضا بيكون في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. طريقة الزراعة بتتم عن طريق البذور، ممكن ناخدها من الفلفلاية نفسها، وممكن ان احنا نجيبها ايضا من المشاتل او محلات بيع المستلزمات الزراعيه. بالنسبه للري عند جفاف التربه، السماد بنسمد الفلفل. على فكره الري ما بيحبش الميه الكتير، يعني نحاول ان احنا نعطش الفلفل احيانا، ما ندهوش ميه باستمرار. بالنسبه للسماد بنسمد ايضا بسماد ال NPK مره كل 10 ايام. حصاد الفلفل بيكون بعد من 50 ل 60 يوم من بدايه الزراعه. ننتقل إلى محصول أو نبات الخيار. نبات الخيار من النباتات المفترشة على الأرض. والحاجة التانية الموعد الزراعة بتاعه بيكون في شهر أغسطس وشهر سبتمبر، يعني شهر 8 وشهر 9. طريقة الزراعة بتاعته بتتم عن طريق البذور. بنعمل جورة صغيرة أو حفرة كده، بنحط فيها بذرتين مش بذرة واحدة، لأن البذور بتاعته بتكون ضعيفة وفي بذرة منها ممكن يحصل لها عملية تلف. وبعد كده يا أصدقائي الحفرة بتكون العمق بتاعها من 5 ل 7 سم، والمسافة بين البذرة والتانية أو الحفرة والتانية بتكون حوالي 30 سم، لأنه من النباتات المفترشة. الخيار يعني نحاول ان احنا نركز على الري بتاعه. بيحب الميه خاصه في وقت الثمار، لان لو قللنا كميه الميه في وقت الثمار هيحصل، او الخيار اللي هي هتطلع الطعم بتاعها هيكون مر. فعلشان كده نخلي بالنا من عمليه الري، عمليه مهمه جدا. السماد بتاعه ايضا كل اسبوع بسماد ال NPK. ال NPK ممكن الناس تسال يعني نيتروجين فوسفور بوتاسيوم. والخيار بيتم حصاده بعد من 40 ل 50 يوم من بداية الزراعة. ننتقل إلى نبات الكوسة. نبات الكوسة أيضا زيه زي الخيار تمام في كل شيء. موعد الزراعة بتاعه بيكون في شهر أغسطس وسبتمبر. الحصاد بتاعه بيكون من 40 ل 50 يوم. بيتم زراعته عن طريق البذور، بس هنا نفس الطريقة بتاعت الخيار، ولكن الكوسة بنحط بذرة واحدة لأن البذور بتاعتها قوية والمسافة بتكون 40 سم.
السماد الري برضو عند جفاف التربة، يعني ما بيحبش كتر المية، نقلل كمية المية شوية. والسماد بتاعه ايضا كل النباتات اللي هنتكلم عنها بنسمدها بسماد الان بي كي مره كل اسبوع او مره كل 10 ايام. حصاد الكوسه زيه زي الخيار من 40 ل 50 يوم. المحصول اللي معانا اللي بعد كده وهو نبات الباميه. نبات الباميه بيتم زراعته عن طريق البذور. موعد الزراعه اغسطس وسبتمبر. بيتم الحصاد بعد شهرين من الزراعه. نبات الباميه لازم نعطشه، لازم نعطشه علشان يزهر ويدينا ثمار. نحاول ان احنا في فتره التزهير نعطش ثمار الباميه، ولكن ما نعطشهاش باللي فتره كبيره جدا، لا يعني نحاول ان احنا نعطشها وبعد كده نديها شويه ميه زي ما بيقول لك كده على الحامي، شويه ميه خفيفه جدا، الري بتاعها بيكون خفيف. نبات الفاصوليا. موعد الزراعه في شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر 8 و9 و10. بيتم زراعته عن طريق البذور. بنحط 3 بذور في كل جوره، المسافه بين البذره والثانيه او الحفره والثانيه بتكون 15 سم. بالنسبه للحصاد بتاعه بيكون بعد من 50 ل 60 يوم من بدايه الزراعه. بعد كده عندنا نبات البطيخ. نبات البطيخ ايضا من النباتات المفترشه على التربه. موعد الزراعه بتاعته بيكون في شهر اغسطس وسبتمبر، شهر 8 و9. الحصاد بتاعه بيكون بعد 70 ل 90 يوم من الزراعه، يعني من شهرين لثلاث شهور. طريقه الزراعه بتتم عن طريق البذور. ممكن ناخد البذور بتاعته من البطيخه نفسها، وممكن نجيبها من محلات بيع المستلزمات الزراعيه. المحصول اللي بعد كده محصول الشمام. ايضا موعد الزراعه نفسه هو الخيار، البطيخ اسف جدا. يعني الشمام والبطيخ طريقه الزراعه وموعد الزراعه والحصاد وكل شيء فيهم واحد. الشمام موعد الزراعه في شهر 8 و9 اغسطس وسبتمبر. الحصاد بعد 70 ل 90 يوم. طريقه الزراعه ايضا بالبذور. نحاول ان احنا نحط في الخيار والشمام، في البطيخ والشمام نحط بذرتين علشان ربما يحصل عندك تلف في احدى البذور. ده بالنسبه للمحاصيل الثماريه. ننتقل الى المحاصيل الورقيه اللي هي منها الخس والجرجير والكرفس والكزبره والبقدونس والفجل وكل الحاجات دي. الخس بيتم زراعته وفي شهر 8 و9 و10 و11، اغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر. الحصاد بتاعه بيكون بعد 50 ل 60 يوم. طريقه الزراعه بتتم عن طريق البذور، وهي نسر البذور مباشره في التربه. على فكره بالنسبه للباذنجان بيتم عمل مشتل صغير، نبدر البذور بتاعتنا هو والفلفل، نبدر البذور بتاعتنا وبعد ما يطلع عندك ورقتين حقيقيتين بتبدا تنقلهم للارض المستديمه. لكن الخس والجرجير والكزبره او المحاصيل الورقيه عموما بنبدر في الارض او ننشر البذور بتاعتنا في الارض المستديمه مباشره. الخس زي ما قلنا طريقه الزراعه بتاعته بالبذور. الحصاد بعد 50 ل 60 يوم. الجرجير ايضا نفس الخس، شهر 8 و9 و10 و11 موعد الزراعه. بيتم حصاده بعد من 35 ل 40 يوم. طريقة الزراعة عن طريق البذور. الكرفس شهر 8 و9 و10 و11 موعد الزراعة. بيتم حصاده بعد 70 ل 90 يوم. طريقة الزراعة بالبذور. الكزبرة 8 و9 و10 و11 والبقدونس نفس الكلام، ولكن الكزبرة بيتم حصادها بعد 45 يوم، أما البقدونس بيتم حصاده بعد من 70 ل 90 يوم. يمكن الكزبرة شهر 8 و9 و10 و11 45 يوم موعد الحصاد، بنحصدها بعد الزراعة ب 45 يوم. وطريقة الزراعة عن طريق البذور. البقدونس شهر 8 و9 و10 و11 موعد الزراعة. الحصاد بعد من 70 ل 90 يوم لأنه بيطول شوية في الأرض الزراعية. وطريقة الزراعة عن طريق البذور. جميع المحاصيل الورقية بتحتاج للسماد أيضا، بنحط لها سماد، يعني بتحب النيتروجين لأن هي أساسا ثمار ورقية، فاحنا عايزين نزود النمو الخضري بتاعها. بنحط لها نبات يحتوي على النيتروجين زي اليوريا زي النترات، ولكن بكميات قليلة، يعني كل 15 يوم على الأقل. وأيضا الري بيكون عند جفاف التربة، والتسميد بيكون زي ما قلنا بالنيتروجين. وهي دي المحاصيل الخضرية الثمرية والورقية اللي بتتم زراعتها في بداية من شهر 8 و9 و10 و11، في يعني يعتبر بداية نهاية فصل الصيف وبداية دخول فصل الخريف. فيا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجة منه. فلو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا، انزل تحت اعمل سبسكرايب للقناة، فعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة ازرع صح. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.